السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل خلقه وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وأحسن حال. النهارده إن شاء الله معاكم في يوم جديد وروتين جديد. حطوا بقى لايك الفيديو، اشتركي معايا لو مش مشتركة من كلمة اشتراك تحت الفيديو. أهم حاجة ما تنسيش تفعلي جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلك مني كل جديد أنا بنزله، من روتينات تشجيعية، روتينات تحفيزية، أو روتينات يومية، وكمان تجديد أو تغيير. المهم بقى عايزين نفجر بقى زرار اللايكات، عايزين بقى نحط لايكات كتيرة كتيرة قد الدنيا كلها. عايزين الفيديو بتاع النهارده يوصل كده لاكبر عدد من اللايكات، عشان بقى ايه كل اخت وكل ام، كل ست بيت شاطره كده يوصل لها الفيديو وتشجع كده مع بعض يا بنات. ويلا بقى بينا على طول نبدا الفيديو بتاع النهارده. معانا بقى روتين النهارده، روتين يوم كامل، روتين تحفيزي جدا جدا. يعني اتمنى يكون فيديو النهارده خفيف كده على قلوبكم، تطلعوا مستفيدين منه اي حاجه، ان شاء الله يكون شويه طاقه ايجابيه. ويلا بقى بينا نبدأ فيديو النهاردة ونقول بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى على الحبيب قلبك يطيب. ويلا بقى بينا نخش على الفيديو بتاعنا النهاردة بقلب جامد. أول حاجة كده دخلت على طول على أوضة النوم يا بنات، زي ما انتم شايفين هنروقها كده ونديلها كده تنظيفة بنت لذينة، تنظيفة بتاعة الأسبوع بتاعتها. كمان هنغير فرش السراير، وكمان هنكنسها ونروقها ونلمعها ونخليها كده زي الفل. اول حاجه كده دخلت على طول، فتحت الشباك عشان بقى ايه اغير كده جو الاوضه يعني. بس عايزه اقول لكم النهارده طبعا روتين يوم الجمعه يا بنات. فالجو النهارده يعني هوا جدا، وفي بقى تراب مش عارف ايه، ففتحت بس ايه الشباك كده شويه بسيطين جدا، او ما فتحتوش قوي يعني، بحيث ان هو برضو يغير لي كده جو الاوضه. وبرضو ما يدخلش بقى تراب يعني وكده، وما خلص اقفله على طول يعني. تمام. اشتلت بقى الفرش بتاع السرير، وهاحط بقى فرش جديد كده نضيف، وندي كده شوية باور وشوية طاقة إيجابية طبعا للغرفة يا بنات. وعايزة أقول لكم المفروض إن أنا بشتري الفرش بتاع السراير ليوم الخميس ليوم السبت، اللي هو إيه بحب أنهي كده الأسبوع بتاعي وأبدأ الأسبوع على نظافة، اللي هو مثلا يوم الخميس أو يوم السبت. ولكن صراحة امبارح كنت مشغولة جدا جدا، كان ورايا كده كام حاجة، كان عندنا فرح، وكمان كان عندي حبة حاجات مشاوير كده يعني برا البيت، فصراحة ما كنتش فاضية خالص. فقلت خلاص النهاردة هقوم بإذن الله أعمل الأوضة بتاعتنا، وإن شاء الله بإذن الله بكرة السبت بإذن الله أبقى أروق أوضة الولاد يعني، عشان برضو ما تجيش على نفسي كده مرة واحدة، لأن طبعا انتوا عارفين ان يوم الجمعة بيبقى برضو يوم ايه، في شغل كتير وكده. وكمان انا ما بحبش اللي هو يكون عندي لبخة كتيرة في اليوم يعني. ف وخاصة يعني اللي هو يوم الجمعة. فقلت خلاص النهارده انضف كده الغرفه بتاعتنا يعني الغرفه الكبيره. كمان كان عندي شويه غسيل، وده طبعا يعني اللي هو ايه مش بعمله كتير يوم الجمعه صراحه، برضو اللي هو ايه ما بحبش اشغل غساله يعني. ممكن عندي كمان شويه غسيل غسلتهم وكمان نشرتهم يا بنات قبل ما ابدا طبعا معاكم الفيديو. يعني قمت كده من النوم على طول عملت فطار وشغلت الغساله كمان قبل ما اعمل فطار يعني. تمام. المهم انا طبعا زي ما انتم شايفين اشتلت باقي، فتحت كده الشباك، وكمان اشتلت الفرش بتاع السرير، وجبت بقى الايه الطقم الكراهات الجميل جدا جدا اللي انا بحبه جدا جدا يا بنات. بحسه كده ان هو عامل باور كده، وشكله تحفه قوي في المكان. وعايزه اقول لكم كمان انا مش من عشاق المشجر، يعني اللي هو ايه بحب الحاجات اللي تبقى سيمبل او ساده يعني. بس هو الطقم ده بحبه عشان انا بحب اي حاجه فيها كراهات كده فبحبها يعني عامه. حطيت بقى الطقم زي ما انتم شايفين كده، وكمان حطيت بقى ايه الكوفرته اللي هي لونها ابيض كده عليه. وكمان حطيت بقى المخده لونها كشمير عشان خاطر ايه ماشيه يعني مع انا كنت عايزه احط المخده اللي لونها ابيض في نص التكاوي يعني كده، او في نص المخدات يعني. ولكن قلت لأ خلاص بما إني حطيت الكوفرتة لونها أبيض، فهاحط كده إيه المخدة الكشمير برضو تعكس لي اللون يعني. تمام. وبكده يا بنات يكون فرشت السرير كده وخلصت منه. قلت بقى ايه ألمع بقى الأسطح كلها بتاعة الغرفة، يعني اللي هي المرايات او الكومودينو. المهم بقى لمعت كده الازاز بتاع الكومودينو يا بنات، وحطيت بقى المفرش وحطيت كده يعني ايه بشكل مختلف. ولما حطيته تاني حطيته بالطول زي ما انتم شايفين، وكمان حط عليه الحمامتين الجمال اللي انا بحبهم جدا جدا وعزيز على قلبي جدا جدا. فحطيتهم بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وجيت بقى هنا على طول لمعت بقى المراية بتاعت التسريحة، وكمان لمعت السطح بتاع التسريحة الرخامة يعني. وهبدأ بقى ايه احط بقى الحاجة عليه. بس هو ما بحبش الدوشه كتير يا بنات، بحب كل حاجه تبقى هاديه وبسيطه. ولكن ساعات كده اللي هو ايه يعني بتجنن كده او اتهبل واحط حبه حاجات على التسريحه يعني. وعايزه اقول لكم طبعا لما بتبقى ام بقى واطفال يعني وكده، فطبعا الحاجات دي كلها يعني بتتعان في قلب الادراج، ويعني ببشرك كده يعني بشارة خير يعني.
فطبعًا حطيت بس كده إيه حاجات بسيطة زي ما أنتم شايفين، حطيت الكوبايات يا بنات اللي قُلت لكم عليها نافعني جدًا، جدًا على التسريحة، لمّين لي بقى الفُرَش والأقلام بتاعة الكُحْل وكل حاجة يعني ناعمة كده، كل النواعم بتاعة التسريحة صراحةً لمّنها لي كده يا بنات، وباحط في النُص اللي هو الصدفة اللي أنتم شايفينها دي، اللي أنا حطيتها معاكم يعني دلوقتي في وسط الكوبايتين كده على التسريحة. هنا بقى رُحت على طول على الكنبة اللي جنب التسريحة زي ما أنتم شايفين، وهابدأ بقى إيه أضبّط الفرش اللي عليها وكمان أنفّضها كده وأخلّيها زي الفل. عارفين يا بنات أنا والله العظيم بجد أنا يمكن قُلت لكم الموضوع ده كتير جدًا، جدًا، بس كلّه تبع تساهيل ربنا، نِفْسي أغيّر قماش الرُكنة بتاعتي كلّها، عايزة أعمل كده حاجة جديدة بس كل شيء بأوان، وإن شاء الله بإذن الله، بإذن الله. فناوية والله العظيم بس ربنا لمّا يأمر يعني، كل أمّا آجي أنوي أعملها فتلاقيها حاجة تبقى أبدى من حاجة يعني أو حاجة أهم من حاجة، فاللي هو إيه أأخّرها، أأخّرها وأنا عارفة طبعًا إن لسه لا جه وقتها ولا ميعادها ولا أوانها، لإن طبعًا أنا عندي الرُكنة أكتر حاجة متضايقة منها في الشقة يا بنات هي الرُكنة ونِفْسي أنجّدها، أغيّر القماش بتاعها يعني. ولكن طبعًا أنا حامدة ربنا وشاكراه وراضية بكل حاجة، ولو أقل من كده كمان فأنا حامدة ربنا والحمد لله حامداه وشاكراه، لو أقل من كده كمان. أهم حاجة يا بنات والله العظيم نعمة الرضا، وكل حاجة بتيجي في وقتها وكل حاجة بتيجي في أوانها، فربنا يسهّل بإذن الله، ويكون اللي جاي كلّه خير إن شاء الله، طول ما إحنا متفائلين إن اللي جاي كلّه خير، فهيبقى خير يا بنات والله العظيم وهنعمل كل اللي نفسنا فيه. بس زي ما قُلت لكم نويت كام مرّة إن أنا أعملها فاللي هو إيه، بتبقى تيجي حاجة يعني اللي هي لازم أعملها قبل الرُكنة أو هي مثلًا تبقى متبقية عن الرُكنة، فأأجّل الرُكنة شوية، فباقول الحمد لله أكيد لسه ما جاش ميعادها ولا أوانها يعني، تمام. هنا بقى يا بنات عايزة أقول لكم المفروض إن دي تنضيفة الأسبوع يعني إن أنا بالمّع الغرفة كده وباغيّر لها الفرش بتاعها، ولكن المفروض إن أنا باحرّك التسريحة والكرسي يعني بتاع الكرسي اللي جنبها دي برضه كده من مكانه يا بنات، ولكن عشان بقى ترويقة العيد ولسه الدنيا يعني نضيفة ما اتبهدلتش أوي، فقُلت خلاص هالمّع من على الوش كده. المهم بقى حطيت شوية كده ديتول وجِبت بقى الموب أو الممسحة جميلة جدًا، جدًا يا بنات، والله العظيم أنا يعني عشان أنا باحبها وبتسعفني كده وبجد مريحاني، فيعني بافيدكم كلكم بيها، وهي سعرها على فكرة مش غالي يعني ولا حاجة. ولمّعت كده بالموب يا بنات سريع، سريع والأرض لمعت معايا، طبعًا دي بقى إيه جولة في الغرفة يعني بعد إيه، بعد ما لمعتها واديت لها الترويقة التمام يعني. هنا بقى قُلت أورّي لكم بقى بُصّوا المنظر الجميل التحفة ده، صراحةً باحب أفتح الشباك وآخُد كده شوية بَوَر من المنظر الجميل سبحان الله منظر كده بديع، منظر بقى الخضرة والأرض الزراعية وحاجات جميلة كده بُصّوا بتفتح لِك كده نِفسِك، وكمان لو أنتِ مشحونة كده طاقة يعني سلبية تحسّي إن أنتِ خدتِ باور كده، وفعلًا بتصدّر لِك كده طاقة إيجابية يا بنات، وطبعًا ما أقدرش أحرمكم من المنظر التحفة الجميل ده. هنا بقى خلاص خلّصت بقى الغرفة وخرجت منها، وكمان عايزة أقول لكم يا بنات إن كنت في الوقت ده لمّعت الشقة كلّها ونضّفتها وبقت معايا زي الفل كده، ولكن الحاجة اللي أنا أقدر أفيدكم بيها وأشجّعكم معايا، فطبعًا باشاركها معاكم يا بنات، ولكن لمّا يكون ما فيش عندي تفاصيل كتير يعني برّه الشقة يعني وكده، فما باحبش طبعًا يعني اللي هو إيه، أوجع لكم دماغكم أو أدوشكم في الفاضي يعني. أنا طبعًا زي ما قُلت لكم كان روتين يوم الجمعة يا بنات، فطبعًا باحب أفتح بقى أسمع صلاة الجمعة وكده يعني، فاللي هو إيه طبعًا قُلت برضه جولة كده سريعة وأوريكم برضه إيه أجواء يوم الجمعة عندنا يعني وكده. وهنا طبعًا يا بنات كنا بدري لسه على فكرة، اللي هو إيه كان لسه صلاة الجمعة يعني هتبدأ يعني، المفروض إن أنا أولّع بخور أو أي حاجة، ولكن عايزة أقول لكم والله البخور خلصان من عندي، فاللي هو إن شاء الله بإذن الله هافتكر أجيب، عشان اللي هو باحب صراحةً أولّع عود بخور يعني يا بنات، مش عندي يعني مبخرة ولا فحم ولا كده، هو عود بخور كده وابخّر بيه الشقة ساعة الصلاة، يعني عوايد كده وأخدنا عليها معظمنا يعني. هنا طبعًا خلاص بعد الشقة بقت معايا زي الفل، وزي ما قُلت لكم طبعًا كان عندي شوية غسيل غسلتهم الصبح يا بنات، وكنت مشطبة المطبخ، وجيت هنا بقى على طول عشان نحضّر الغدا. بُصّوا أهم حاجة عندي يوم الجمعة صراحةً اللي هو تحضير الغدا. وكمان باحب أحضّر الغدا بدري جدًا، جدًا يا بنات، اللي هو بُصّوا عامةً أنا باحب يوم الجمعة أصحى بدري عن أي يوم تاني يعني، تمام، لإن باحس إن هو اليوم قصير كده يعني بيجري كده على طول، باحس إن أنا مش لاحقة أعمل أي حاجة. هنا طبعًا زي ما أنتم شايفين جِبت بقى حلة كده على البوتاجاز، وكان عندي كده يا بنات طبق لحمة،
يعني نقول كده نُص كيلو يعني. فالمَيّة كده لمّا غليت نزلت على طول باللحمة، تقفل بقى المسام بتاعتها، بس كل واحد كده وليه طريقة يا بنات، بس صراحةً دي أحسن طريقة باحب أطبخ بيها اللحمة يعني. بُصّوا مش ضروري إن إحنا نعمل الحاجات التقليدية اللي إحنا واخدين عليها، سبحان الله يعني التغيير حلو في كل حاجة، ممكن تعملي أكلة كده وتغيّري وتبدعي فيها، وبالتالي إن أنتِ تحبيها وتعشقيها عن ما كنتِ متعودة عليها يعني، تمام؟ المهم طبعًا حطيت بقى اللحمة كده وما نزلتش بأي حاجة غير لمّا ريّمتها، اشتلت كل الريم اللي عليها وحسيت كده إن الشوربة رايقة وزي الفل، بدأت بقى حطيت كده كنت جايبة بصلاية يعني خرطت نُصّها كده يا بنات زي ما أنتم شايفين على إيدي يعني، والنُص التاني حطيته صحيح كده، وحطيت كمان ورق لورا وحبهان، وكمان حطيت ربع معلقة من بهارات الكبسة، وكمان سِنّة بسيطة من القرفة، وكمان ربع معلقة صغيرة من بهارات اللحمة. بُصّوا يعني باحب أحط كام نوع بهارات، بس ما باحبش أحط يعني إيه كمية كبيرة، وخاصةً في اللحمة عشان إيه برضه ما تغيّرش طعمها يعني. هنا طبعًا نُص بصلاية اللي أنا كنت خرطاها كده على إيدي يا بنات، حطيت عليها ملح ونُص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، دعكتهم كويس جدًا، جدًا مع بعض ونزلت عليهم كده على اللحمة، كمان حطيت ربع معلقة صغيرة من السكر عشان خاطر اللي هو لو اللحمة عندي يعني يا بنات عجوزة أو كبيرة يعني في السِن ما تاخدش معايا سِوَى، وكمان ما تكشِّش مني وكده يعني تمام. هنا طبعًا غطيت عليها بس عايزة أقول لكم يا بنات البصل بقى جديد وما باحبش صراحةً البصل اللي هو بيبقى جديد ولونه أحمر ده في الشوربة، فهو إيه بيسوّدها شوية يعني، بس ما علينا مضطرين بقى ما فيش عندنا لا بصل قديم ولا عندي بصل أبيض يعني يا بنات. المهم بقى غطيت على اللحمة زي ما أنتم شايفين، عايزة أقول لكم خطوة المرتة دي على اللحمة بتبقى جميلة جدًا، بتخلّي طعم اللحمة والشوربة حلو أوي، أوي. وكمان السِنّة بقى بتاعة القرفة دي مش عايزة أقول لِك بقى طعم الشوربة بيبقى ليه طعم تاني خالص، خالص، بُصّي أحلى من شوربة الأفراح كمان. وهنا بقى قُلت أعمل كده شوية خضار جنب الأكل طبعًا، هنعمل شوية إيه، شوية لوبيا حلوين أوي يا بنات تحفة، تحفة، تحفة. هنا بقى جِبت حلة نزلت على طول ببصلاية كده متوسطة مقطعاها كده لا خشنة أوي ولا ناعمة أوي، وشوحتها لحد ما خدت اللون الدهبي يا بنات، ونزلت على طول بشفشق عصير من الطماطم حاطة فيه كده وأنا بافرمه في الخلاط حاطة فيه 5، 6 فصوص من التوم، ونزلت بملح وفلفل أسود وكمون وسِنّة بسيطة من الشطة، وكمان شوية بهارات مشكّلة. باحب البهارات بتاعتنا اللي هي البسيطة دي يا بنات بتخلّي الأكل فعلًا ليه طعم تاني خالص، وكان عندي كده كيس لوبيا كنت مفرّزاه كده في الفريزر يا بنات، أنا باجيب الكيلو لوبيا مثلًا وباسلقه بابدأ إن أنا أكيّسه كده في أكياس وابدأ إن أنا أفرّزه، وقت ما باحتاج يعني باطلّعه كده بتبقى حلوة أوي ومنقذة، وكمان عشان خاطر اللوبيا من الحاجات اللي بتتحسّس فالأحسن إن إحنا نجيبها طبعًا ونسلقها وتبقى جاهزة معانا كده، وعايزة أقول لكم إن التفريزات دي بتبقى حلوة جدًا، جدًا. المهم طبعًا فتحت بقى كيس اللوبيا كده بعد ما الصلصة عندي غليت غلوتين بس يا بنات مش أكتر، نزلت على طول بكيس اللوبيا، أغطّي عليها بُصّوا أنا لسه مطلّعاها حالًا من قلب الفريزر يعني، غطّيت عليها وسِبتها بقى كده على جنب، وكمان أول ما غليت كده غلوتين هدّيت عليها النار خالص تستوي بقى براحتها، لإن صراحةً اللوبيا من الحاجات اللي بتحب النار الهادية يعني يا بنات. المهم بقى هنا هنعمل بقى إيه لقمة رز كده بشعرية حلوة أوي، جِبت بقى الحلة ونزلت كده بشوية من الزيت وكمان كوباية من الشعرية وحمّرتها كده كام ورقة لورا كده يا بنات، بيكون طعم الرز جميل جدًا، جدًا وتحفة. وطبعًا أول ما الشعرية اتحمّرت نزلت على طول بالرز اللي أنا غاسلاه يعني ومحضّراه جنبي، باشوّحه كده في بعضه يا بنات، التشويحة دي حلوة جدًا، جدًا، وبعدين بابدأ إن أنا أضبّط له الملح، وهاحط بقى بما إن في عندنا شوربة لحمة هنبدأ نحط إيه، كام معلقة كده كبيرة أو كام كوباية شوربة كده يعني على الرز، بيكون الرز طعمه حلو جدًا، جدًا. عايزة أقول لكم يعني أنا لو عندي يعني باطبخ لحمة حمرا لازم إن أنا أنصب على أو أحط على الرز منها يعني يا بنات وكده، المهم إن إحنا نستفاد يعني، تمام. وطبعًا زوّدت بقى المَيّة زي ما أنتم شايفين، زوّدت على الرز كده مَيّة، وأبدأ إن أنا أغطّي عليه، طبعًا أول ما بيغلي غلوتين يا بنات عارفين اللي هو إيه، بنهدّي عليه النار خالص وبيستوي براحته. وكمان زوّدت بقى اللحمة كده أو زوّدت الشوربة يعني شوية مَيّة كده سخنين، عشان خاطر إيه، يعني أنا لسه برضه محتاجة شوية شوربة يعني يا بنات وكده، هنعمل بيهم حاجة تاني يعني، وعايزين طبعًا شوية شوربة نقدّمهم جنب أو شوية مرقة يعني نقدّمها طبعًا جنب الأكل. هنا كمان كان عندي بقى إيه، طبق الكفتة ده كان متبقي منه من رمضان، لإن صراحةً أنا كنت عملت معاكم تفريزات رمضان ورجعت عملته تاني يعني يا بنات في نُص رمضان، فاتبقى عندي كده كام طبق، وعايزة أقول لكم دي من الحاجات اللي ما بتخلص عندي في الفريزر، بابدأ إن أنا أعملها لإن هي بتفيدني جدًا، جدًا، بتبقى حلوة أوي، وحتى لو شوية رز بشعرية كده وعملت الكفتة بتاعة الرز في شوية بطاطس يعني خضار وقضيت بيهم اليوم، برضه اليوم بيعدّي وبيبقى حلو جدًا، جدًا يا بنات.
هنا طبعًا زي ما أنتم شايفين أنا لسه مطلّعاها حالًا، حالًا من الفريزر، على طول نزلت بيها كده على طول في قلب الزيت أول ما سخن يعني هابدأ إن أنا أحمّرها، وأنتم يعني اللي متابعينّي عارفين إن أنا باحب الكفتة بتاعة الرز أكتر حاجة في الشوربة يعني، وخاصةً لمّا يكون شوربة بَط أو شوربة لحمة تبقى حلوة جدًا، جدًا فيها يا بنات. بابدأ بس كده إن أنا أحمّرها وبعدين باخد شوية شوربة، وباسيب الشوربة كده تغلي كده على البوتاجاز، وبعدين بانزل بالكفتة اللي أنا حمّرتها، وأسيبها بقى تتشرب كده الشوربة وتبدأ إن هي تستوي براحتها، ويكون طعمها وريحتها تحفة جدًا، جدًا. وعايزة أقول لكم أنا من عشاق كفتة الرز يا بنات، جميلة جدًا، جدًا، من الحاجات اللي بتفيدِك على فكرة في البيت في أي وقت كده، تلاقي نفسِك مثلًا متبقي منِّك بواقي أكل مثلًا قبلها بيوم ومش عارفة تكمّلي بإيه، فبتطلّعي مثلًا طبق كفتة كده بتحمّريه وبتبدئي إن أنتِ تسوّيه كده في شوية شوربة، فبينفعِك وبيفيدِك جدًا، جدًا. عايزة أقول لكم كمان إن إحنا يوم الجمعة لازم يكون عندنا لحوم يعني، مش بنعمل سمك خالص، خالص، لإن ده طبعًا عوايد أو كل بلد كده وليها عوايدها يعني. ف عايزة أقول لكم كمان اللي هو بنعمل حاجات مسلوقة، يعني مثلًا أيًا كان فراخ أو بَط أو لحمة بنحبها مسلوقة كده يوم الجمعة، وخاصةً يعني أحمد والولاد بيحبوها كده يعني. أو لو عملت محشي برضه باسلق جنبه الفراخ أو البَط أو اللحمة أيًا كان، مش بيحبوا تحابيش أو مثلًا حاجات مشاوي وكلام من ده يعني. يوم الجمعة حتى لو عاملة صينية مكرونة بالبشاميل لازم أكون سالقة جنبها الفرخة أو أيًا كان باعمل أي لحوم يعني يا بنات. فطبعًا سبحان الله كل بلد كده وليها طريقة، وكمان كل دار وليها مدار يا بنات. فعايزاكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات مين زينا بيحب الأكل كده يوم الجمعة يعني لحوم، ما يكونش يعني أسماك، وخاصةً لمّا تكون يعني حاجات مسلوقة يعني وكده. المهم طبعًا خدت شوية بقى شوربة أول ما غليوا كده يا بنات، خدت كده يعني كوبايتين كده أو كوباية ونُص من الشوربة، وطبعًا أول ما غليت كده نزلت على طول بالكفتة وهدّيت عليها النار تِلت ساعة بالضبط كانت استوت معايا وكانت زي الفل. وهنا طبعًا غرفت الأكل، وده كان شكل الأكل يا بنات، وكان شكله كده يفتح النِفس ما شاء الله تبارك الله بألف هنا يا رب اللي أكل منه أي حاجة. وده طبعًا كان غدانا النهارده، وطبعًا اتغدينا والحمد لله والدنيا بقت تمام. دخلت بقى على طول عشان أشطّب معاكم المطبخ كده وأشجّعكم، وزي ما قُلت لكم طبعًا معانا روتين النهارده تحفيزي وتشجيع جدًا، جدًا يا بنات. قُلت كمان أشارك معاكم يعني روتين بعد الغدا. بُصّوا أنا باقوم من على الغدا يا بنات يعني على طول، أقوم على طول أغسل المواعين عشان خاطر بقى ما أكسّلش وأقعد ومش عارف إيه، فسبحان الله أمّا يكون كده النشاط واخدِك فما تكسّليش يعني. وأنا خاصةً أو عامةً يعني باحب أقوم من على الأكل أدخل على طول على الحوض يا بنات أشطّبه كده وأخلّيه زي الفل. وعايزة أقول لكم أول ما خلّصت الغدا يعني اشتلت بقى الحلل من على البوتاجاز وجِبت بقى المولمع. طبعًا كلّكم أو كل اللي متابعني يعني عارف إن أنا ساعة باقوم الصبح أغسل البوتاجاز كده غسلة حلوة، وبعد الغدا باجيب فوطة وأجيب بقى الجلانس أو مولمع الإزاز وأبدأ ألمّع بيه البوتاجاز وأرجّع الحلل عليه تاني لحد ما نيجي ناكل يعني وكده. يبقى أنا كده خلصت من البوتاجاز على طول أول ما خلّصت غدا، وخلصت بقى تحمير معاكم كده الكفتة والكلام ده كلّه، جِبت بقى المولمع الإزاز وكمان جِبت الفوطة وبدأت إن أنا ألمّع البوتاجاز كده يا بنات وخلّيته زي الفل عشان عارفة إن أنا هاقوم من على الغدا على طول أبدأ إن أنا أشطّب الحوض عشان خاطر يعني كل حاجة تبقى بسيطة وخفيفة معايا كده. كمان عايزة أقول لكم مشطّبة المطبخ الصبح والدنيا معايا رايقة وزي الفل. المهم بقى يا بنات دخلت على طول على المطبخ، كان عندي بقى شوية مواعين كده اللي هم وأنا باحضّر الغدا يعني بتوع الفطار، كنت حاطاهم يتصفّوا على الفوطة عشان قُلت لكم يا بنات الستيكر عايزة أحافظ عليه ومش عايزة ييجي عليه مَيّة من الجنب التاني كده، عشان خاطر اللي هو بيلِم ويكوّش مَيّة يعني وكده، تمام. فحطيتهم بقى حطيت كل حاجة في مكانها وكمان شفشق الخلاط وكمان مطحنة كنت باطحن بهارات، المهم حطيت كل حاجة في مكانها وجيت بقى قُمت من على الأكل على طول، بواقي الأكل اللي اتبقت مننا حطيتها يعني في حاجة كده يعني في الحلل سلّستين ودخّلتها التلاجة على طول، سِبتها لمّا بردت شوية وهادخّلها التلاجة يعني على طول يا بنات. جيت بقى مسكت بقى الحلل والأطباق غسلتها شطفتها كده قبل ما أدعكها يعني، وكمان مسكت بقى الحوض غسلته كده في الأول وبابدأ اللي هو أغسل الأطباق الأول وبعدين الحلل وهكذا يعني. المهم طبعًا يوم السمك ويوم اللحوم يا بنات باحب أحط على البريل اللي أنا باغسل بيه أو الصابون يعني اللي أنا باغسل بيه باحب أحط بُصّوا يعني غطا واحد كده من الكلور عشان خاطر بقى الزفارة، وأتأكد طبعًا إن المواعين بتاعتي اتعقمت كده وبقت معايا زي الفل، تمام. هنا بقى غسلت بقى شوية الأطباق يا بنات، كمان هاجيب بقى الحلل بس عندي بقى عشان الحلل الألمونيا باغسلها بسلك بلدي وكمان صابون أسمر اللي هو بتاع المواعين عشان خاطر يجلي لي كده
يجلي لي كده الحلل يا بنات، وخاصة لما تكون ألمونيا. ولكن زي ما انتم شايفين لو ستيل بغسلها بالاسبونج عادي. كمان عايزه اقول لكم ما شاء الله الاسبونج عندي يعني داخلها برضو سلك كده يا بنات، ولكن برضو اللي هو ايه بحب الألمونيا صراحة تكون بسلك كده، عشان خاطر يعني تجلي لي كده المواعين وتكون معايا زي الفل. تمام. بص انا جربت كل حاجه مع الألمونيا، عايزه اقول لكم مفيش احلى من سلك الألمونيا. والصابونه اللي هي البلدي دي جميله جدا جدا، تخلي لك كده الألمونيا بتاعتك تلمع، وتبقى معاكي حاجه كده ما شاء الله تبارك الله. حاجه كده بصي تفتح لك نفسك بعد كده لما تيجي تطبخي فيها. بصوا يا بنات عايزه اقول لكم يعني خففوا على نفسكم كل حاجه كده، بلاش كركبه زياده في المكان. عايزه يعني حياتك تبقى سهله وبسيطه، بلاش كركبه في اي حاجه. يعني حتى الناس اللي مالهمش لازمه في حياتك ويتعبوكي، بصي بلاش لازمه منهم، اعتبروهم من الكركبه بتاعتك كده. وخليكي كده مع الناس اللي بتحبك، الناس يعني فلتري الناس اللي في حياتك اللي ملهاش لازمه، عشان خاطر تعيشي كده مرتاحه، وتعيشي كده يعني دماغك كده رايقه من الاخر يعني. فانا بتعامل حتى جوه بيتي ما بحبش الكركبه الكتير يا بنات. يعني بلاش بقى البرطمانات اللي ملهاش لازمه نسحم بيها مثلا الارفف، او الظرف بتاعه المطبخ. الحاجات اللي ملهاش لازمه دي كلها تخلصي منها اول باول، عشان تحسي ان كل حاجه معاكي سهله وبسيطه. وبلاش الكركبه الزياده الكتيره في المكان يا بنات، عشان خاطر برضو تحسي كده ان انت عندك طاقه تقفي، تقدري تقفي تعملي مصالحك، ما تحسيش ان انت زهقانه مش عارفه تبداي منين ولا تخلصي منين. بصي يعني هوني على نفسك كده، هوني على نفسك يا ست الكل. هنا طبعا بعد ما غسلت بقى المواعين كلها يا بنات ما شاء الله، مسكت برضو كده الحوض غسلته وخليته زي الفل. وطبعا دي جولة سريعة بعد طبعا ما شطبت بقى يوم معاكم كده بعد الغدا، وعند الدنيا بقت زي الفل ما شاء الله تبارك الله. وعايزه اقول لكم كمان اللي هو ايه بحافظ على الاستيكر بايه يا بنات، بجيب الفوطه بس كده، وببدا ان انا المع بيها واغسلها والمع بيها تاني، عشان خاطر مش عايزه اكب عليه ميه يعني وكده. المهم طبعا ده كان فيديو النهارده، واتمنى يكون عجبكم. اشوفكم على خير، الف سلامه.